ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. في النهارده هو الدرس ال30 من كورس تعلم فيجما، وان شاء الله هنبدا بقى خلاص يعني نصمم مع بعضينا الموقع ولوحه التحكم وهكذا، ويمكن يعني نخلص الموقع كله والتصميم في الفيديوهات، او ممكن نقسمها لفيديوهين علشان يعني لو قسمناها انا شايف ان احنا هنستفاد اكتر، انه يعني هنفصص المعلومات اكتر. يعني بصراحه ده اللي انا شايفه عشان واحد مبقاش مكروت والكلام ده كله يعني. فالمهم هنشوف نقدر نوصل لحد فين في الدرس دوت، وبعد كده بقى نشوف هنعمل ايه الخطوه اللي بعدها. بس سريعا كده قبل ما نبدا كل الكلام ده، انت اكيد عارف قبل ما نقول حاجه، بس لو انت لسه مش مشترك في القناه اتمنى بجد انك تشترك في القناه عشان نوصل 100,000 مشترك. كل اشتراك فعليا بيفيد القناه جدا، وكل لايك برضه. فبس كده يا سيدي، يلا نبدا نشوف ازاي هنعمل الكلام ده كله، ونشوف اول خطوات المشروع بتاعنا. تمام، اول حاجه لازم نقول عنها، واللي هو لو انت ما شفتش الدرس اللي فات اللي هو 29 اتمنى بجد انك ترجع له، ان هو اصلا يعني اول جزء من التصميم بتاع المشروع دوت. وفي الجزء دوت هنتكلم وهنصمم مع بعضينا، يعني مش بس مجرد كلام. فتعالوا مع بعض نشوف التصميم بتاعنا مره تانية. طبعا دي نقطه مهمه جدا يمكن الواحد ما يعرفهاش عن فيجما، واللي هو فيجما يعتبر هو عامل زي متصفح جوجل. فانت ممكن كمثال يعني تسحب التاب بتاعه المشروع نفسه بالشكل دوت كده، يعني كانك بتفتح متصفحين وهكذا. الفكره نفسها انه الفيجما عامل زي متصفح فيه تابس كتيره، فيه عدد صفحات كتيره، فانت ممكن تعمل من الصفحه ديت متصفح لوحده. فانا هجيبها مره تانية واخليها هنا. تمام، احنا عندنا حاليا صفحتين في فيجما. اول صفحه واللي هي الناز هاب بروجكت اللي هنشتغل عليه، وبعد كده عندنا برضو الصفحه التانية اللي احنا فيها المشروع بتاعنا بالفعل. اول حاجه هنشتغل عليها وهي الرئيسيه بتاعتنا بالشكل دوت، وبعد كده بقى هنشتغل على الموبايل. طبعا في ناس هتقول طب ليه يا ايهاب ما نشتغلش الاول على الموبايل وبعد كده على الديسكتوب وهكذا. هو بصراحه يعني اللي اوت اللي قدامنا او الشكل دوت يعني مش محتاج قوي ان انا اصمم الموبايل الاول. تمام، لانه ده حاجه بسيطه. انا يعني لو تيجي تبص لها كده ما عندكش عناصر كتير جدا محتاج تشوف انت هتستغنى عن ايه في الموبايل، او ازاي هتكون واضحه او شكلها تمام، او هل مناسبه مع مختلف الديفايس ولا لا. احنا عندنا بس هو عنوان وتاج لاين وباراجراف وزرارين وصوره على الناحيه اليمين اوبشنال ان احنا نحطها في الموبايل او لا. فالمشروع بتاعنا هنبداه من الديسكتوب بسبب الموضوع ده، لان احنا مش عندنا عناصر كتيره جدا لازما اللي هو نفكر يا ترى ده هيبقى تمام على الموبايل ولا لا او هكذا. يعني اول حاجه نتكلم عنها هي الالوان، فتعالى مع بعض ناخد الالوان بتاعتنا. فانا هعمل هنا مربعات تمام بالشكل دوت. اول لون معانا وهو اللون الاسود بتاعنا، هتلاقي اللي هو 12 12 12 ده الهاشتاج بتاع الكود. تمام، اللون التاني بتاعنا وهو اللون البينك دوت. تمام، وتقريبا مفيش اي الوان تاني، بالظبط مفيش الوان تاني يعتبر كده. فاحنا عندنا بس لونين، بس عندنا بقى الوان تانية مختلفة، واللي هو اللون بتاعنا اللي هو بتاع الباراجراف. يعني ايه بقى يا سيدي؟ يعني لما تيجي مثلا كده نخش على اي موقع هتلاقي ان اغلب الوقت مش بيستخدموا اللون الاسود للعناصر الصغيرة زي الباراجراف، لكن بيستخدموه للتايتل علشان يكون ظاهر اكتر وواضح قدام الشخص وهو بيتصفح الموقع، انه بيعمل اسكان للحاجة. فلازم ان التايتل يبرز اكتر من الباراجراف، لان التايتل بيكون فيه الكلمة المختصرة عن الموضوع ده ليه علاقه بايه. هي البدايه بتكون بالتايتل او بالعنوان نفسه يعني. تمام، فلازم الباراجراف بتاعنا يكون مش بارز قوي زي التايتل ده في اغلب الاوقات. بعض الاوقات التانية ممكن تخلي اللون واحد عادي، بس يعني كحاجه كويسه بصراحه الباراجراف يكون لون جراي او يعني اللون الرمادي بيبقى كويس جدا. فهنيجي هنا وهجيب اللون ماشي، واللي هو B3 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 ده اللون بتاعنا. فاحنا كده عندنا التلات الوان دول. اخر لون معانا وهو اللون الابيض، فاحنا كده بقى عندنا الاربع الوان بتوعنا. فهنيجي ناخدهم كوبي وبيست في المشروع بتاعنا هنا، وهعمل لهم اوتو لاي اوت بالشيفت والاي. انا دوست على الشيفت والاي عشان اعمل لهم اوتو لاي اوت عشان نشوفهم مع بعضينا هنا بالشكل دوت. وده هنسميها مثلا كولرز، بس احتياط حالات. بس طبعا في بدايه اي مشروع انا ببدا فيه قبل ما بعمل اي حاجه خالص ببدا اعمل اول صفحه بتكون هي الكفر بتاعت المشروع. تاني صفحه الديزاين بتاعنا غلط فنرجع كده صح ديزاين. تالت صفحه معانا واللي هي الدرافت. الديزاين ممكن اسميها بلاي جراوند او ممكن اسميها اي حاجه ثانيه. طبعا لو ده مشروع خاص ببيهانس بس فمفيش معايا كلاينت بيكون نفس الاستراكشر دي بتاعت البيجز. لكن لو مثلا معايا عميل وفي مبرمجين معايا وهكذا فبكون مثلا اول صفحه هي الكفر، ثاني صفحه هي ديزاين سيستم بالشكل دوت ماشي، ثالث صفحه بسميها بلاي جراوند. سوري يا رب، هي هتبقى رابع صفحه فهنعمل صفحه كمان وتبقى ثالث صفحه بتاعتنا هي ready for review، والصفحه الثانيه واللي هو ready for development
بالشكل دوت. وفي الاخر عندي البلاي جراوند بتاعتنا. طيب ليه بعملها بالطريقه ديت؟ سريعا كده، الديزاين سيستم لو انا مثلا مع العميل او مع المبرمج فبيحتاج ديزاين سيستم عشان مستقبلا لما يجي يبني كومبوننت تاني او يجي يبني حاجه، فهو عندهم فاونديشنز او عندهم اساسيات مهمه جدا تساعدهم في بناء اي حاجه، لان عندهم قاعده التصميم بتاعه المشروع نفسه. تاني حاجه واللي هي ريدي في الريفيو، واللي هو هنا انا بفصل الديزاين اللي انا شغال عليه مع الديزاين اللي هو جاهز للريفيو، لانه اغلب الوقت العميل ممكن يخش على صفحات انت مش عايز تشوفها دلوقتي او مش عايز تقدمها له دلوقتي، وتلاقي ان هو بيديك تعليقات عليها. طب انت لسه ما خلصتهاش اصلا او ما عملتش فكرتك، فتلاقي ان هو اما بيمنعك او تلاقي ان هو مثلا بيسالك وبتاخده وقت او بيكون في سوء فهم بسبب حاجه زي كده. فعلا حصلت اغلب الاوقات معايا في الشغل. فعشان كده بقسم الشغل بتاعي اللي هو مثلا ريدي فور ريفيو ده للعميل، وريدي فور ديفلوبمنت ده بقى للمبرمج اللي هو يكون بره عن العميل وبره عن التصميم اللي شغال فيه، هو بس شايف اللي هو هيشتغل عليه حاليا وهكذا. والدرافت واللي هو اي فكره او اي حاجه ما توافقش عليها بس يبقى هنا، لانها مهمه جدا فعليا. لانه اغلب الوقت ممكن العميل يقول لك لا انا مش عاجباني الحاجه ديت، او لا مش هنمشي عليها دلوقتي او مش هنعملها دلوقتي، فبعدها تلاقيه بشويه تصدق لا هي كانت فكره كويسه ممكن نرجع لها تاني. فتخيل لو انت حذفتها ترجع لها ازاي، صح؟ فاحسن طبعا انك يبقى عندك درافت تحط فيه كل حاجه مش متوافق عليها او ممكن مش يتم استخدامها وهكذا. فهنخلينا في البلاي جراوند بتاعتنا ونجيب الالوان ديت نخليها في البلاي جراوند ونرجع للكفر. هنعمل هنا بقى كفر للمشروع او غلاف يعني. فانا دوست على الاي علشان افتح عندي الفريمز هنا، واجي عند فيجما كوميونتي، بعد كده اجي عند البلوجن والفايل كفر بالشكل دوت، واجي هنا اكتب مثلا كلمه ناز هاب بالشكل دوت. طبعا الفونتات هنتكلم عنها دلوقتي هنستخدم فونتات ايه، تمام؟ فهكتب بس اسم ناز هاب ونخليه مثلا بلاك كتير قوي، فبولد كويسه بالشكل دوت. ممكن 180 مثلا يعني، وممكن مثلا نكتب داشبورد بلس لاندنج ونخليها 64 بكسل وريجولر، ممكن اصغر شويه بالشكل دوت كمثال يعني. وده هنا نسميه كفر. طيب ايه الفايده في الموضوع دوت؟ الفايده انه يا سيدي لو انت مثلا في الرئيسيه عندك حاجات كتيره جدا بتشتغل عليها، فانت مثلا تيجي هنا عند الكفر وتدوس كليك يمين، بعدها set as thumbnail بالشكل دوت. هنيجي وقت نيجي نشوف هتلاقي ان اسم المشروع عندك ناز هاب وكلمه داشبورد وكلمه لاندنج. فدي حاجه كويسه قوي انك تعرف يعني تظبط الدنيا من ناحيه الكفرز، تكون التصميم بتاعك متناسق، مش بيوريك يعني الفريمز اللي جوه، لكن بيوريك اسم او حاجه معينه وهكذا. فاحنا كده عندنا الكفر. نيجي للبلاي جراوند بتاعنا ودي الالوان بتاعتنا، فنيجي نضيفها بقى للديزاين ستايلز بتاعتنا. فنيجي مثلا نضيف اللون دوت، تمام؟ هتلاقي هنا دلوقتي بقى الموضوع اختلف شويه. هتلاقي دلوقتي مثلا لو انت دوست عشان يعني ضيف اللون، لو مثلا جيت مره تانية دوست على المربع بتاعنا دوت اللي هو فيه اللون، وجيت عند اللون ودوست على علامه البلس، دلوقتي بقى عندك variable وعندك ستايل. احيانا الناس بتتلخبط. الفاريبل دوت هو بقى الفاريبلز والمودز، ودي ميزه جديده في فيجما لان احنا شرحناها بتفاصيل معمقه جدا في الكورس. فاحنا عايزين الستايلز، لان الستايلز ديت انا ممكن اضيفها هنا واضيفها في مشاريع تانية، انما الفاريبلز فهي للاسف لوكال بس او حاجه محليه بتعيش بس جوه المشروع دوت. فانا هخليها ستايلز وهسمي دوت دارك بالشكل دوت، واجي هنا اجيب اللون التاني واضيفه في نفس الوقت عند الستايلز وهسميه مثلا برايمري، واجي برضو واضيف الرمادي وهسمي ده جراي بالشكل دوت، واجيب كمان اللون الابيض ونضيفه وايت. كده احنا ضفنا الالوان بتاعتنا ومش عايزين الالوان دي خالص هنا. نيجي بقى نبدأ بتاني حاجة واللي هي الفونتات بتاعتنا. لو نيجي نشوف المشروع بتاعنا، فاحنا عندنا ديزاين سيستم للفونتات، عندك التايتلز وعندك البودي وعندك الكابشن وعندك البوينتس. عندنا في التايتلز بادئين من 48 بكسل لحد 24، وعندك البودي من 20 لحد 14، وعندك من الكابشن من 12 ريجولار ل 12 بولد، والبوينتس 16. النظام ده كويس وفي انظمه احسن بكتير من النظام دوت، بس بيكون حسب السكيل او حسب المشروع بتاعك. هل المشروع كبير قوي ومحتاج انه يكون النظام اكبر من كده؟ يعني مثلا كمثال التايتل مش بس 48، ممكن يكون 64 بكسل وينزل لحد 24. في الباراجراف مثلا يكون مثلا من 20 ل 18 او من 20 لحد 14 بكسل. الكابشن يكون عندك 12 وعندك 14 او عندك حتى 11 او 10 حسب الفونت كمان اللي انت بتستخدمه. والباينز ممكن يكون عندك 16
ممكن يكون عندك 14، ممكن يكون عندك 12 كمان، حسب الباينز، ان انت عندك باينز مختلفة، عندك جوست باين، عندك في نفس الوقت اللينك باين، عندك كمان مثلا السكندري باين، عندك البرايمري، وكمان بيختلف على الديفايسز وهكذا يعني. فالفونت اللي احنا مستخدمينه هنا في كل الحالات، لو نيجي نشوف روبوتو للبادي وروبيك للتايتل. ليه بنعمل كده؟ احيانا بنعمل كده لانه الفونت اللي احنا مثلا بنستخدمه حلو جدا للباراجراف ومش شايفينه حلو قوي للتايتلز، فاحنا بيرنج الفونت دوت، او ان احنا مثلا يعني نستخدمهم مع بعضهم هما الاثنين عشان يدوا ستايل حلو او شكل لطيف. فروبيك بصراحه حلو جدا لانه كمان يعني مجاني، وفي نفس الوقت بيقدم لك ميزه حلوه قوي، واللي هي كل السماكات اللي فيه، كل السماكه اللي فيه زي مثلا من اول اللايت لحد البلاك، وكمان لحد البلاك ايطاليك. فدي بجد حلو قوي لانه في بعض الفونتات ما بيكونش فيهم الميزه ديت، فانا بدور على حاجه زي كده علشان ده بيساعد ان انا ممكن العب بالستايل بتاع الفونت اغلب الوقت، واعرف اطلع اشكال كويسه لانه عندي مختلف الويتس او الاحجام بتاعه الفونت نفسها. فبعد ما احنا خلاص كده يعتبر عرفنا موضوع العناوين وكده، فاحنا عرفنا الفونتات بتاعتنا هو روبيك وكمان روبوتو. طبعا اي حاجه انا اتكلمت عنها ان شاء الله هسيبها في الديسكريبشن، من ناحيه الالوان ومن ناحيه كمان الفونتات وهكذا. فهنبدا بقى نضيف اول فريم لينا، وزي ما احنا متعودين دايما بدوس على الاي في الكيبورد علشان يفتح لي الفريمز، وبعدها اختار الديسكتوب عندي هنا واختار ديسكتوب. طيب في ناس تقول انا ممكن ابدا بفريم ايه اهاب، العميل برضو ما قاليش. طب ابدا بانهي؟ ابدا مثلا بالماك بوك برو 14 والماك بوك برو 16 والديسكتوب، ولا انهي؟ هقول لك يا صديقي، حاليا اغلب الاوقات بصراحه هتلاقي ان الناس معاها يعني ديفايس او لابتوب حاجه مش بتاعته 1920 في 1080 يعني، فالاحسن انك كمان تبدا بالبيز واللي هو الديسكتوب اللي هو ال 1440 في 1024 ده بيز. وممكن حسب لو العميل اداك معلومه كويسه فانت ممكن على طول مره واحده تخش على ال 1920 في 1080. تمام. فنيجي هنا بقى نبدا نضيف، احنا عندنا الباراجراف بتاعنا والتايتلز والناف بار والحاجات دي كلها، لكن قبل كل الكلام دوت لازم نبدا ندور ونظبط السيستم بتاعنا، احنا هنستخدم ايه وليه. بصراحه انا كنت حابب ان انا اسيبها في النص كده في المشروع، لكن قلت ممكن الواحد يتوه ويشوف ان احنا انت بتكتب الاحجام بتاعه الفونت بتاعتك بناء على ايه. فهنيجي نبدا ان احنا نظبطها. فاول حاجه هنا انا هكتب تايتل 1 بالشكل دوت، تايتل 2، او ممكن نقول مثلا H1 H2 و H3 و H4. تمام. بعد كده مثلا نيجي الباراجراف بتاعنا، باراجراف مثلا 20، طبعا في اسماء مختلفه بس انا حابب ان انا اخليها تكون واضحه بالنسبه لنا. 14 ماشي، هخلي بس 2، مش محتاجين اكتر من كده بصراحه. بعد كده بقى هنجيب الكابشن بتاعتنا، كابشن 14 12 تحسبا لاي حاجه، وبعد كده نجيب الزرار بتاعنا باين بالشكل دوت 12 و14. ده السيستم اللي احنا هنمشي عليه. تمام. ال H1 بتاعنا لو انت مثلا جاي من خلفيه عن ال CSS وهكذا، فاحنا بنمشيها كده من H1 لحد H5. H5 هو يعتبر اصغر حاجه في العناوين الكبيره، و H1 هو اكبر حاجه في العناوين الكبيره. وكمان الصفحات او يعني المواقع نفسها، المتصفح وغيره والسيرج وهكذا بيتعرفوا على العناوين وكل حاجه بناء على السي اس اس وعلى السيمانتك اتش تي ام ال والحاجات اللي زي كده يعني حاجات خاصه بالبرمجه يعني. تمام. فنيجي ل H1 هخليها 48 بكسل، وهخلي ال H2 40، ده حسب اللي انا شايفه وبحدده بنفسي. ماشي. وال H3 هخليها 32، وال H4 هخليها 24، والباراجراف 20 ده هخليه 20 بس هيكون روبوتو. تمام. كل الفونتات دي ان شاء الله هسيب اللينكات بتاعتها في الديسكريبشن. وعندك هنا يعني انا هخليهم كلهم دلوقتي روبوت، وهعمل لهم سيلكت كده كلهم، دي حاجه حلوه في فيجما كلهم بقوا حاليا روبوتو. فده هيبقى 18 بكسل، وده 14، وده 12، وده 14، وده 12. في سؤال طبعا هيتسال هنا مهم قوي، هل كل العناوين وكل الحاجات دي كلها هتكون يعني ريجولر في السماكه بتاعتها ولا لا؟ هقول لك لا، احنا ممكن نخلي ال H1 بتاعنا يكون بولد. ماشي. والكابشن بتاعتنا حسب الحجم بتاعها، لو الحجم بتاعها صغير قوي فاحنا ممكن نظبط السماكه بتاعتها شويه علشان تكون بارزه، عشان ما تبقاش فيه مشكله في الاكسسبيليتي او الريدابيليتي. فهنخليها مثلا ميديوم بالشكل دوت. والزرار بتاعتنا الاثنين ممكن نخليهم بولد.
تمام عشان تكون بارزه. فدلوقتي نيجي نعمل لهم اوتو لاي اوت. انا عملت لهم سيلكت ودوست على الشيفت والاي مع بعض علشان اعمل اوتو لاي اوت بالشكل دوت. نبدا بقى ان احنا نضيف كل واحده فيهم عندنا في الديزاين بتاعنا كستايلنج وهكذا. بس قبل كده انا عايز الباراجراف وكل الحاجات بتاعتنا ديت ان انا اظبط فيها اللاين هايت، اخليه 150% عشان يكون في مسافه كويسه ومساحه ما بين السطر الاول والتاني وهكذا. تمام. في نفس الوقت عايز اغير اللون بتاعهم كلهم انه يكون اللون الدارك بتاعنا عشان لما اجي بقى اعمل يعني اضيف بقى من الستايلنج عندنا وهكذا ياخد نفس اللون اللي احنا عملناه في السيستم بتاعنا. تمام. فنيجي نبدا نضيف دوت او التكست عندنا، فهدوس على الشوكة الدوائر ديت ستايل يعني وادوس على البلس، وبعدها هنا هسميه مثلا H1 ماشي، وتاني واحد عندنا اللي هو H2 ماشي، وعندنا هنا برضو H3 والموضوع نفسه ينطبق عليهم كلهم. باراجراف طبعا انت ممكن تاخدها للمرحله الثانيه بقى، ولو انت تقسم الفونتات يعني تقول مثلا التايتلز جايه مثلا من فونت مثلا روبيك والبادي جايه مثلا من فونت مثلا يعني الروبوتو، وبشكل بسيط جدا انت ممكن يعني كل اللي محتاج تعمله انك يعني ما تعملش اختيار لحاجه وتيجي هنا تختار كل العناصر دي بتاعت الستايلنج على الناحيه اليمين وتعمل كليك يمين واد نيو فولدر وهتسميه ده مثلا روبيك، وهنا مثلا تايتلز ماشي وهنخليها روبيك بالشكل دوت. بعد كده بقى نيجي هنا نجيب برضو نضيف بقى، نبدا نضيف المراحل الثانيه بقى مثلا ده باراجراف 20 بكسل. هقول لك ليه دايما انا بحب اضيف كلمه 20 بكسل وهكذا ماشي. انا بعمل بس كوبي وبيست للحاجه نفسها بسرعه. بعد كده نيجي هنا نضيف دوت هيكون هنا كابشن 1 40 بكسل، وبعد كده نضيف الثانيه واللي هي كابشن 2 12. بعد كده عندك هنا الزراير بutton 140 بيك، بعد كده هنا كمان اخر زرار 12 بكسل ماشي. ونبدا بقى نخلي كل الستايلنج بتاعت الباراجراف والباينز كل دوت هيكون كله الفونت التاني اد نيو فولدر وهنخليه روبوت. فاحنا كده الستايلنج بتاعتنا لو نظبط الاسم شويه باراجراف او هنقول مثلا جاست بادي بالشكل دوت، فاحنا خلاص عندنا التايتلز والبادي كمان في نفس الوقت، فاحنا عملنا السيستم بتاعك، مش محتاجين بقى يعني التايبوجرافي اللي كانت موجوده وكده. طيب نبدا اول حاجه نعملها واللي هو نعمل الناف بار. اغلب الوقت احنا مش هنبدا بالناف بار الاول، لكن بنبدا مثلا بالهيرو سيكشن وهكذا، بس هي حاجه سريعه ولطيفه وحلوه جدا ممتعه بصراحه. فهاجي اعمل فريم، هدوس على الاف على الكيبورد عشان اعمل فريم، او ممكن من فوق هنا واختار الفريم واعمل فريم كده عادي. هخليه 1440 في 80 بكسل. طبعا احنا مش شايفينها بس احنا هنغير اللون طيب عشان نشوفها اي حاجه بس عشان نشوف اللون بالظبط كده. ده هيبقى الناف بار بتاعنا، فهسميه ناف بار بالشكل دوت، واجي اشيل اللون دوت بتاعنا ماشي، بس اضيف له ستروك وهيكون هو نفس اللون الدارك بتاعنا اللي هو 12 لكن الاوباسيتي 12%، وهخلي انه الستروك دوت او السطر دوت يظهر بس من الاسفل او من كلمه بارم. تمام. فبقى عندنا ايه سطر كده بارز موضح لنا ديت ايه نهايه الناف بار بتاعنا. حاليا هو مجرد فريم، مش ما فيش اوتو لاي اوت ولا اي حاجه. تمام. فنبدا بقى ان احنا نضيف عندنا هنا مثلا اللوجو بتاعنا بالشكل دوت، وهيكون دوت يا صديقي هيكون روبيك ماشي 16 بيكسل بالشكل دوت، وهخليه مثلا aligned في النص كده، واظبط الهايت بتاعه خليه 16 بيكسل مثلا بالشكل دوت. ونبدا ان احنا نغير اللون شويه في كلمه ناز، هخليها لون برايمري بتاعنا، ونبدا ان احنا نظبط الديزاين بتاعنا كبادنج وكمارجنز وهكذا. فانا عايز يكون في مسافه من الناحيه اليمين مثلا تكون كمثال يعني 80 او 96. بعد كده نبدا بقى ان احنا نظبط البادنجز والمارجنز، فهخلي مثلا يعني في مساحه من الناحيه الشمال وكل الديزاين بتاعنا هيتبعها واللي هو 100 مثلا و20 بكسل زي ما احنا شايفينها حاليا دلوقتي. تمام. بقى عندنا اول عنصر. نيجي بقى نبدا نضيف باقي الكلام هنا. فعندنا كلمه فاين نيوزليتر، وده هيكون بيوديهم مثلا للسكشن اللي تحت، ده هيكون مثلا باراجراف 18. نعمل واحده ثانيه ودي تكون about us وهي نبذه عننا تودي برده المكان اللي بيتكلم فيه عننا. بعد كده بقى contact us بالشكل دوت. كان عندنا زرار هنا واللي هو grow your audience today بالشكل دوت، وده هنا هنخلي الحجم بتاعه يكون زرار واللي هو 14 بكسل بالشكل دوت. نبدا بقى ان احنا نظبط دنيتنا شويه ماشي. هعمل العناصر ديت اوتو لاي اوت واللي هو الفاين نيوزليتر والاباوت اس والكونتاكت اس. تمام. بعد كده الزرار نفسه هعمله اوتو لاي اوت، وبعد كده هعمل الاثنين دول ماشي اوتو لاي اوت تاني اللي هو اول حاجه اللينكس، انا هسميها اللينكس عشان يبقى واضحه قدامنا، وده هنا الزرار ماشي. هعمل الاثنين دول اوتو لاي اوت مع بعضيهم بالشكل دوت. نيجي بقى ان احنا نظبط الالوان بتاعتنا هنا. هنخلي اللون بتاعنا اللي هو الدارك بس هخلي الاوباس بتاعتها مثلا 60%، والزرار بتاعنا
هخلي اللون بتاعه يكون ابيض، لكن هخلي الاوتو لاي اوت اللي يكون لون مختلف اللي هو يكون الاسود بالشكل دوت، ونيجي نديله شويه بادنجز والحاجات الحلوه دي بالشكل دوت، ونبدا احنا نديله مثلا بوردر ريدز مثلا 12 بكسل. بعد كده نبدا نخليها في النص كده. احنا عملنا ماشي هنا هو كونتنت، احنا كده عملنا خلاص الناف بار بتاعنا. نبدا بقى ان احنا نخلي الفريم بتاع الناف بار يكون اوتو لاي اوت، فهدوس على كلمه شيفت وايه هتلاقي انه حجمه صغر، فانا مش عايز كده، انا عايز يكون حجمه كمان يكون ثابت، فبدل كلمه هاج هخليها فيكست وخليه ياخد الحجم كله بتاع الفريم بتاعنا واللي هو 1440 كعرض. ماشي. بعد كده بقى ابدا ان انا اقول له لا انا مش عايز يكون في مسافه اللي هي 524 بكسل، لا انا عايزك تكون ريسبونسيف، فانا عايزك تكون اوتو. تمام. وعايز البادنج من الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال تكون 120 بكسل بالشكل دوت. تمام. فاحنا كده خلاص ظبطنا الدنيا اهو كله تمام. عملنا الناف بار بتاعنا كمان هو يعني ريسبونسيف زي ما احنا شايفين. كمان ممكن اضيف عناصر زي ما انا عايز اهو كله زي الفل. ممكن كمان اضيف زرار تاني مثلا لو عايز. كله تمام يعني كله زي الفل كله حلو جدا. نيجي دلوقتي بقى للهيرو سيكشن بتاعنا، فهاجي اعمل فريم تاني المره دي، بس مش هنعمل اوتو لاي اوت في كل حاجه فيه يعتبر كده. الفريم ده انا عايز يكون مثلا حجمه 700 بكسل كطول، وياخد العرض كله اللي هو 1440. ندي ستروك عشان نشوفه بس مش اكتر، ونبدا ان احنا نضيف العناصر بتاعتنا. فاول حاجه هعملها واللي هو التاج لاين بتاعنا ماشي، واللي هو بيقول فيه hundreds of newsletter in one place بالشكل دوت. ومثلا ممكن نديله اللون بتاعنا ده ونقول كابشن اللي هو ال 12. شفت الموضوع حلو ازاي ان انا بكتب كلمه يعني 12 بكسل، انا عارف الحجم اللي انا هستخدمه فبكتب كلمه 12، مش محتاج اكتب كلمه كابشن وابحث وكذا، انا عارف الحجم. فانك تكتب بس كلمه 12 بكسل 14 20 هتسهل عليك الدنيا قوي بصراحه يعني. تمام. ادي اول حاجه. نيجي بقى للاتش 1 بتاعنا. تمام. وهاجي مثلا هنا هقول looking for a life changer مثلا newsletter to subscribe، وهنخلي اللون يكون اسود بالشكل دوت. بعد كده عندك باراجراف وده هيكون 18 بالشكل دوت، وهنا هيكون find، يعني انا ممكن اخدها copy paste احسن ماشي بالشكل دوت. بعد كده بقى عندك زراير هنا، فانا ممكن اخد الزرار بتاع دوت كوبي وبيست عادي جدا. ممكن حتى اعمله كومبوننت عشان لو عايز اغير واعدل عليه في المستقبل وهكذا، لكن منه مشروع صفحه واحده فمش محتاج اعمل يعني كومبوننت والحاجات دي الا في حاجات معينه. تمام. فادي عندي اول زرار وده تاني زرار ماشي. فاول زرار هيكون هو البرايمري بتاعنا، فهنا هيكون find newsletter، وهنا هخلي البادنج مختلف لانه شكله صغير قوي، ف 48 بكسل من اليمين والناحيه الشمال. وهنا مثلا نفس الموضوع نفس الزرار بتاعنا اللي هو greater audience today، واجي اعمل الاثنين دول اوتو لاي اوت بالشيفت والاي. بعد كده هكتب هنا مثلا buttons. هنا بقى هنعمل اوتو لاي اوت كمان، بس قبل كل الكلام ده هخلي التاج لاين ده اسمه تاج لاين يكون على مسافة 16 بكسل من التايتل، واعمل لهم الاثنين اوتو لاي اوت. وبعد كده مع الباراجراف اوتو لاي اوت تاني، وبعد كده مع الزراير اوتو لاي اوت تاني. ده هيساعدني ان انا اقدر اتحكم في السبيسنج لكل حاجه انا عايز اعملها. دلوقتي مثلا لو انا هنا عايز اتحكم بس في السبيسنج ما بين مثلا التاج لاين والتايتل، بس ما فيش حاجه تتغير ما بين الاثنين دول، لكن انا عايز بس اغير اللي جوه الباراجراف نفسه او اخلي الباراجراف بعيد. فانا عشان اعمل اوتو لاي اوت للاثنين دول هما الاثنين محافظين على الايه المسافه بتاعتهم. فمثلا لو انا عايز اجي اغير مثلا ما بين بس التاج لاين والتايتل، موضوع بسيط. عشان كده بنعمل اوتو لايوتس مختلفه بنقسم ما بينها المسافات اللي احنا عايزينها عشان تكون حاجه كاستم. تمام. فده هسميه هنا تايتل بلس تاج لاين عشان تبقى واضحه قدامنا. بعد كده هنا تايتل بلس تاج لاين، او مثلا تايتل بعد كده بلس مثلا باراجراف، وهنا بقى هيرو مثلا كونتنت بالشكل دوت. هنا ده هسميه مثلا هيرو سيكشن عشان تكون الحاجه واضحه قدامنا. ومن ناحيه الزراير فانا هخلي اسمها مختلفه، ده برايمري وده سكندري عشان الحاجه دي تكون واضحه قدامنا. بعد كده بقى نخلي المسافه الناحيه الشمال زي ما احنا عارفين 120 بكسل. بعد كده بقى نيجي نعمل الصوره بتاعتنا هنا. تمام. فانا بصراحه هاخدها كوبي بيست لانه الموضوع سهل جدا وهنعملها مع بعض. تمام. دلوقتي هنا اهوت ماشي. الصوره دي انا جايبها من على موقع فريبيك، وبعدها دخلتها على الفوتوشوب وشلت الباك جراوند بتاعتها. وانت مثلا عندك ماك فانت ممكن تدوس على كليك يمين عندك في الصوره نفسها وريموف باك جراوند، دي ميزه حلوه بصراحه في الماك وكده. تمام. فالصوره بس حاططها جوه مربع تاني، والمربع اللي ورا دوت هو نفس المربع يعني هو كان نفس المربع، بس انا عملت له روتيشن كده مختلف عشان يبقى مدي شكل لطيف بصراحه يعني. فتعال نعمل لهم كلهم جروب بالشكل دوت ونخليها تكون في النص بالشكل دوت، وممكن نصغرها شويه كده مثلا. تمام. ونيجي هنا بقى نشيل الستروك بتاع الهيرو سيكشن كله. بقى احنا عندنا خلاص الهيرو سيكشن بتاعنا بالشكل دوت، ودي هنسميها
نخليها image او hero image بالشكل دوت بس كده. ممكن حتى هنعمل بقى اوتو لي اوت ما بين الكونتنت والسكشن بتاع الهيرو دوت والصوره وهكذا، لكن مش شايف ان احنا محتاجينها قوي بصراحه. تمام. بعد كده نيجي للسكشن الثاني، وده سكشن مهم جدا، واهم حاجه هتلاحظ ان انا عامل 700 بكسل كحجم كامل للهيرو سكشن. احيانا انت ممكن ما تعملهاش 700 بكسل، انت ممكن تقول مثلا لا والله انا عايز مسافه معينه من التحت ومن فوق كبادنج زي ما احنا عملنا هنا. ماشي، احنا هنا عملنا 16 بكسل من فوق ومن تحت، فالموضوع بقى ريسبونسيف. لو انا مثلا ضفت محتوى اكتر ونزل تحت مثلا، العرض نفسه هيطول اكتر. بس احيانا انت ممكن يكون عندك في دماغك فكره عن العرض اللي انت عايزه كحاجه ثابته، يعني انا عايز 700 بكسل او 800 بكسل، او انا هضيف محتوى كتير بس انا عايز دايما يكون في مسافه من تحت 80 بكسل ومسافه من فوق 80 بكسل. ففي طريقتين يعني. تاني نقطه معانا واللي هي تكون هنا يا صديقي، واللي هي انا هنا بقى ببدا اوضح للعميل. انا هنا بقى ببدا اتكلم عن انك ازاي تقدر تلاقي بقى. هنا ببدا بقى ان انا اضيف الكاردز بتاعت النيوزليترز والكلام ده كله، لكن محتاجين عنوان وباراجراف والكاتيجوريز علشان الشخص يبقى عارف هو بينزل لايه. فانا هقول مثلا find newsletter، وده هيكون ال H2 بتاعنا وهيكون دارك، وهخليه على مسافه 56 او اقول مثلا 72 بكسل من فوق، او خليها 80. حلوه 80. تمام. بعد كده اجي اجيب باراجراف من فوق، يعني عملت كوبي وبيست من الكلمه فايل نيوزليتر، بس انا بعملها بالاوبشن بالشكل دوت، بسحبها على طول. دي حركه حلوه بصراحه جوه فيجما. واجي انا اكتب مثلا search and find perfect match newsletter that fit to your needs بالشكل دوت، واخلي المسافه بتاعتهم تكون 16 بكسل او اللي احنا عايزينه 24 زي السيستم بتاعنا. يعني اللي انت شايفه يكون مناسب قوي. 16 حلوه عشان المسافات، ممكن هنا نخليها 24 او نخليها 16 حسب اللي انت عايزه، بس لازم تمشي على السيستم بتاعك. فهنيجي هنا مثلا نقول والله لا انا عايز يكون الباراجراف كمان 16 بكسل. تمام بالشكل دوت. لكن اغلب الوقت ممكن تحس انه مش تنفع قوي في الهيرو سيكشن، محتاجين 24 بكسل علشان يكون في مساحه للتنفس. لكن بما ان احنا بنتكلم على سيكشن تاني مفيش حاجه الناحيه اليمين ولا حاجه الناحيه الشمال، بس حاجه لتحت، فاحنا محتاجين مسافه شويه عشان العين تفرق ما بينهم كويس وما يكونش فيه يعني لخبطه ويكون سهل انك تقراها. فاحنا كده تمام. نيجي هنا نصغر الحجم نخلي 24 بكسل، وهنا يكون 48. فيجما احيانا مش بيديك الاحجام كويس قوي بتاعت العناصر. نيجي بقى نبدا نعمل الكاتيجوريز بتاعتنا. برضو في ميزه حلوه ممكن نعملها في فيجما، بس يعني خلينا نعملها من البدايه، يعني مش هقول عنها دلوقتي. تمام. واللي هو ايه، نيجي هنا هاخد برضو باراجراف تاني بتاعنا هنا، وهروح مثلا للباقين مثلا 14 بكسل. ماشي، ادي هنا اهوت، وده مثلا هخلي كلمه all. ماشي، ومش محتاجين يكون حجمها كبير قوي كده يعني. ماشي، عندنا اول كلمه، تاني كلمه، دي الكاتيجوريز اللي احنا بنصممها حاليا. بعد كده عندك الكاتيجوري التاني واللي هو البروجرامينج، علشان نحل مشكله انه انت عملت هنا يعني مثلا عرض معين، فلما انت تيجي تكتبه هنا ممكن الكلمه تكون اكبر من العرض انت مديه، فللاسف بتكون نوعا ما يعني مستفزه، بتفضل تكون كده يعني. فالاحسن انك تديله اوتو لي اوت. ماشي، وهنا دلوقتي لما تيجي تكتب اي حاجه مفيش اي مشاكل خالص. تمام. فبرضه نفس النظام نخليه هنا الفريم دوت، نعمل اوتو لي اوت تاني ونعمل دوبليكيت يعني من نفس الحاجه نسخه، ودي هنا هتخليها ديزايننج. ماشي، هنا بقى فاينانس، موضوع سهل اهوت ولطيف. كريبتو وماركتينج، وفي الاخر عندنا لايف. نيجي بقى نعملهم كلهم اوتو لي اوت عشان نظبط المسافات ما بينهم بالشكل دوت، ونخليه يكون في النص كده، ونخلي كل مسافه بينهم 40 بكسل مثلا. بس في نفس الوقت انا عايز اسميهم، فهنيجي هنا نسمي كل واحد فيهم مثلا كلمه all، او احسن حاجه نعملها نعمل كوبي وبيست بالشكل دوت ديزايننج ليهم كلهم، عشان التسميه بصراحه حلوه ومفيده ليك انت كديزاينر وكمان للمبرمجين اللي شغالين معاك في المشروع. ماشي، وهنا هسميها مثلا كاتيجوريز بحيث ان تبقى واضحه. ونبدا بقى هنا ان احنا مش عايزين ان كل البروجرامينج والحاجات دي كلها تكون السماكه بتاعتها 14 بكسل بس بول، احنا مش عايزينها كده خالص. فانا هخليها كابشن 1 بالشكل دوت عادي جدا. تمام. او انت ممكن تعمل حاجه الطف شويه، واللي هو انك تعمل نوع تاني من الزرار تكون 14 بكسل لكن مش بولد، تخليها ريجولر بس موضوع عادي يعني. ماشي بالشكل دوت. بما ان الاول هي الاكتيف او اللي هي اللي شغاله حاليا، يعني الزرار اليوزر دايس عليها او داس عليها بالفعل، فلازم يكون لونها مختلف باللون اللي هو البينك. بعد كده نغير لونها للابيض بالشكل دوت، ونيجي نديها شويه بادنج، نيجي ندي شويه بوردر راديوس بالشكل دوت. ماشي، ونظبط شويه في ناحيه البادنج بتاعتنا بالشكل دوت. ممكن نصغر شويه السبيسنج. تمام. ونيجي احنا مثلا نخليها على بعد 32 بكسل من العنصر اللي فوق. تمام. وبكده احنا عندنا فاين نيوزليتر. برضو ممكن نخليها 24 بكسل كمسافة من فوق عشان لازم نشوفها شكلها كويس وهكذا، ولا لا؟ طيب ليه انا غيرت السماكة بتاعت البروجرامينج والديزايننج والحاجات دي لكن كلمة اول لا؟ ليه؟ لانه انا عايز ان كلمة اول تكون بارزة قوي، مش بس بسبب اللون ولا بسبب يعني
يعني الشكل اللي عليها دوت، لكن عايز اللي هو السمك او الحجم بتاع الفونت نفسه يكون شكله بارز قوي عن الباقي، لان هو ده اللي شغال، اليوزر ده دي بالفعل. الحاجات دي لا مش شغاله، فانا مخليها بالشكل دوت عشان تكون واضحه ان هي مش شغاله، لكن اليوزر ممكن يدوس عليها. تمام. بقى عندنا دلوقتي السكشن الثاني بتاعنا. نيجي للجزء بقى المهم جدا وهو الكارد بتاعنا. الكارد دي حاجه بجد مهمه جدا. فلو نيجي نجيب نسخه من الكارد اللي احنا عاملينها قبل كده، ماشي، ونشوف احنا عاملينها ازاي، ونشيل الكومبوننت بتاعتها. تمام. عاملين العرض بتاعه 560 بكسل في 232، وعندك هنا المعلومات دي كلها. طيب احنا عملنا كده ازاي؟ هو ده بصراحة بيكون حسب ايه يعني. كمثال احنا عندنا حاليا كمثال يعني ده المساحة بتاعتنا اللي هي هنا اهوت، دي المساحة اللي دايما الكاردز هتكون بارزة فيها وواضحة 100%. اي حاجة مثلا كمثال هنا مثلا كده مش هتكون بارزة قوي، ولا حتى هنا مثلا المعلومات مش تكون واضحة، لكن في النص هنا واضحة. طيب انا ليه بقول ان احنا عندنا 1200 بكسل واضحة هنا، او دي اللي احنا ممكن نستخدمها، او المساحة الفاضية ان احنا نستخدمها؟ لان احنا حددنا سيستم للسبيسنج والمسافات وهكذا. قلنا ان احنا دايما هنسيب من الناحيه الشمال ومن الناحيه اليمين 120 بكسل. في 120 و120 بقى عندنا 240. فاحنا الفريم بتاعنا كام؟ 1440. فماينس 240 بقى عندك 1200 بكسل فاضيه. انا فاشل في الرياضيات على فكره يا جماعه، ما حدش مننا عبقري يعني. فدلوقتي احنا عندنا المساحه بتاعتنا هنا 1200 بكسل. انا عايز المساحه دي تخلي يكون فيها 2 كاردز على الاقل، والناحيه اللي بعدها مثلا نسيب في كارد تانية وهكذا. فهتبقى حاجه ماث او حاجه رياضيات شويه. هقول في 1200 بكسل هقسمها على 2، وعايز ماينس 16 بكسل، او ماينس يعني مثلا على 2 ماينس 24. فانا مثلا جاي لك في الحجم مثلا اللي هي 576 بكسل. دي المساحه بتاعتنا اللي احنا ممكن نضيف فيها المحتوى بتاعنا. انا مش بقول لك انك تعمل زي ما انا بعمل حاليا، بقول لك لو انت عندك حتى فكره احسن للكاردز، او انك تشغل مسافه وتبرز كاردز اكتر في نفس المكان ده، حلو جدا، تبقى حاجه حلوه. بس وقتها انا عملتها بالطريقه دي، تقول مثلا 576 بكسل دي المساحه بتاعتنا اللي احنا ممكن نعمل فيها الكارد بتاعنا، ماشي. وهنقول مثلا 248 بكسل كطول علشان المحتوى بتاعنا يكون تمام. فاجي اخد هنا نسخه وابدا ان انا اصمم بناء عليها. فانا خلاص عرفت انا الكارد بتاعتي تاخد المحتوى دوت او يعني المساحه دي كلها. فاجي مثلا اعمل اول صوره ليا وهغير اللون بتاعها، دي هتبقى الصوره يعني. اخلي في مسافه 24 من خلي 16 بكسل من الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال ومن كل مكان، ماشي. فمثلا من تحت كمان بالشكل دوت. ومثلا اخلي دلوقتي الويدث بتاعه 216 عشان يبقى عندنا مربع كويس. واعمل بوردر راديوس بالشكل دوت مثلا، ومثلا 20. واجي ابدا ادي تايتل هنا، ده هيكون H4. شفت احنا اللي محتاجين H4 دلوقتي، وهو مثلا Intro to World of Code، ماشي. بقى احنا محتاجين الكابشن بتاعنا، وهيكون الكابشن 2 واللي هو هنا by the great C. اغلب المحتوى اللي في المشروع بصراحه حقيقي، تمام، عشان في ناس ممكن تسال انت جبت المحتوى ده منين وهكذا. فلو انا ببحث يعني عن النيوزليترز بنفسي وبجيب المعلومات وهكذا. وهيجي مثلا هنا 1.855 الف او 1000 يعني 855 سبسكرايبرز بالشكل دوت، كاني بشف من نفسي، بس هي فعليا كانت ماشيه بالطريقه ديت. بعد كده هنيجي نعمل دلوقتي اوتو لاي اوتس وهنظبط الدنيا. حاليا بعمل دوبليكيت، وده هيبقى الباراجراف بتاعنا. ده هيكون الكابشن 1 اللي هي 14 بكسل، تمام. Welcome to IT to provide new learners. good. لازم اخش مسابقه كتابه، لازم اخش مسابقه كتابه. ماشي. بعد كده عندك هنا زرار، فهجيب نسخه من الزرار بتاعنا بالشكل دوت. البادنج هخليه 16 بكسل، والزرار ده هخليه يكون اللي هو ال 12 بكسل بتاعنا الصغير قوي دوت. وهخلي البادنج ممكن يكون اصغر شويه، 12 بالشكل دوت. كلمه مثلا سبسكرايب. بعد كده هاخد من الباراجراف بتاعنا هخليه مثلا كلمه ببلش، واللي هو ده يعني تاريخ النشر بتاعنا بالشكل دوت. واجي اخد نسخه من اي حاجه تانية من الكابشن 2 بتاعتنا اللي هي 12 بكسل، واقول every Friday Saturday بالشكل دوت. ابدا بقى اعمل الاوتو لاي اوت بتاعتنا عشان هقول لك السبب بتاعها. فاول الاوتو لاي اوت بتاعنا هيكون الببلش والتاريخ، وعندك هنا الاثر او مين هو صاحب النيوزليتر والمشتركين مع بعض اوتو لاي اوت. بعد كده ماشي هنخلي السبسكرايب والببلش اوتو لاي اوت، يعني الاثنين دول مع بعض يبقوا اوتو لاي اوت. بعد كده بقى انترو تو ذا وورلد اوف كود، كل حاجه هنا من الحاجات دي كلهم اوتو لاي اوت مع بعضيهم بالشكل دوت، ماشي. وبعد كده نبدا ان احنا نعمل الحاجتين دول اللي هو الانترو تو وورلد اوف كود وكمان الصوره اوتو لاي اوت. وادي بقى اجي بقى هنا ادي فيكست ويدث، لان انا عارف انا محتاج الويدث بتاعي يكون كام. فهو كام يا رب؟ 576 ماشي في 240. فدلوقتي انا ما بقتش محتاج الفريم دوت او الريكتانجل ديت، ماشي. وبقيت عندنا هنا ابدا اضيف ليها لون اسود، بس كل حاجه هتلاقيها موجوده هنا اللون بتاعها راح في داهيه، صح؟ تمام. فهنغير اللون دلوقتي مع بعضينا. حاجه حلوه قوي حابب ان انا اوضحها، انه لو انا بس اخترت عملت سيلكت للاوتو لاي اوت بتاعنا كله، هتلاقي ان هو هنا على الناحيه اليمين
مكتوب كلمة selection colors، فأنا ممكن أغير اللون بتاع كل العناصر اللي جوه. عند اللون الأسود ده اللي هو 000 أغيره، عند الأربع دواير أدوس على كلمة ستايل يعني وأخليه واي في ثانية، كل حاجة اتغير لونها، ودي حاجة كويسة جدا طبعا صح. نبدأ بقى إن احنا نديله بادنج من الناحية اليمين والناحية الشمال، هو مثلا 16 و16 بالطريقة ديت تمام. ونبدا ان احنا نظبط الدنيا اكتر شويه. كمثال مثلا السبسكرايب بقى انا حاسس ان هو يعني ضئيل قوي كده في نفسه، فمن ناحيه الشمال والناحيه اليمين نظبطه اكتر، مثلا نقول 24 بكسل بالشكل دوت ماشي. وهنا عندنا التايتل تمام كويس. نيجي هنا بقى عند كلمه السبسكرايب هتلاقي ان اللون مختلف، فنيجي نغير اللون بتاعه نخليه برايمري. ونيجي هنا شويه نظبط الاوباسيتي. لو احنا مثلا لو عرفنا حاجه قبل كده عن الدارك مود، فاحنا احيانا بنلعب على الاوباسيتي بتاعت اللون الابيض علشان ندي الأولوية لحاجات معينة إنها تبقى بارزة أكتر قدام المستخدم. كمثال مثلا welcome to مثلا to ITWC هنخليها مثلا 60% كأوباسيتي، ندوس على كلمة 6 فخلى الأوباسيتي 60% تمام. أو أنت ممكن تيجي عند الأوباسيتي هنا من هنا اهوت وتخليها 60%. نفس النظام هخليها ل every Saturday وهكذا تبقى 60 ماشي. بعد كده بقى نبدأ ان احنا نسميهم. انا عارف التسمية صعبة بس هي حاجة مهمة جدا والواحد لازم انه يعملها دايما. فببلش او مثلا نقول ايوه publish date ماشي. هنا مثلا button بعد كده date، ونظبط الاوتو لي اوت كالاينمنت نخليها لتحت يعني في النص يعني، بس align left مش في النص اللي هو يعني نص لكن align left بس في النص تمام. بعد كده مثلا نيجي هنا ودي مثلا هسميها newsletter ماشي info بالشكل دوت. وهنا بقى هسميه ده content بالشكل دوت يعني كل حاجه هنا، وده هيكون image وده هنا هسميه car بالشكل دوت. نيجي نشوف احنا البوردر ريس اللي احنا بنشتغل عليها كام، تلاقينا 12 بكسل، فدايما لازم نمشي على النظام دوت تمام. هقول 12 بكسل للبوردر ريس بتاعتنا. ممكن كمان الصوره نخليها 12 تمام بالشكل دوت. ونيجي نغير الصوره، هاخد كوبي وبيست. طبعا دي نقطه جديده واللي هو انت ممكن تيجي على الصوره هنا، لو انت مثلا عندك مربع وفي صوره فانت ممكن تختار المربع. انا دوست على الكوماند وكليك شمال في الماوس عشان اختار المربع دوت، واجي عند الصوره هنا اجي على الحواف بتاعت الصوره واختارها كليك شمال يعني. بعد كده ادوس كوماند سي اللي هو كوبي بيست، اللي هو كوبي بيست هنا كمان بالظبط كده. هتلاقي ان احنا خلاص عندنا اول كارد بتاعنا، هتلاقي انه اكبر شويه من الكارد اللي احنا عملناه قبل كده، بس احنا بنجرب مع بعضينا وبنعمل حاجه جديده. فانا مش عايز الكارد اللي عملناه قبل كده زمان، انا عايز الكارد الجديد بتاعنا تمام. فاحنا عندنا اهوت الدنيا كلها تمام. تعالى بقى نخليه المسافه الناحيه الشمال 120 بكسل، نعمل واحد تاني هنا والمسافه بينهم 24 وهكذا. دلوقتي احنا عندنا اول سيكشن بس مفيش اسم صح، فاحنا عايزين اسم. فهنيجي ننزل العناصر دي تحت شويه واجيب ال H2 بتاعنا اعمل نسخه منه. وهنا دي مثلا هخليها كلمه programming بس مش هيبقى H2، هو هيبقى H3 بالشكل دوت. ونيجي هنا اخلي الكاردز ديت مسافتها عندي تكون مثلا 16 بكسل، واظبط المسافه بتاعت كلمه بروجرامينج تكون 120 من ناحيه الشمال. بالطريقه ديت انا ظبطت الدنيا في اول سيكشن مثلا. طبعا انت ممكن تعمل حاجات تانية لطيفه اكتر، لو مثلا تجيب مثلا باراجراف لكل سيكشن، بس انا مش شايف انه صراحه ان الواحد محتاج يضيف محتوى كتير قوي لحاجه كتير جدا وهي اصلا ممكن تكون واضحه. يعني كلمه بروجرامينج فهو عارف ان السيكشن دوت هو خاص بالبروجرامينج واي حاجه خاصه بيها صح، فمش محتاجين حاجه زي كده تمام. فوقت بقى عندي البروجرامينج اهوت، ونخلي المسافه ما بينهم كمثال يعني تكون 48 بكسل. انا بمشي على ال 8 بت جريد، هتلاقي ان احنا شرحناها في الكورس دوت وكمان في كورس دوبي اكس دي، وكمان هتلاقي ان في فيديو على القناه عن ازاي how 8 bit grid works، ده اسم بتاع الفيديو اللي برضو حلو جدا بصراحه، هيفيدك لو انت شفت الموضوع صعب شويه انك تمشي على نظام ال 8 بت جريد وهكذا تمام. فاحنا عندنا اهوت السكشن بتاعنا بتاع البروجرامينج، بس تعالى نعمل اوتو لي اوت للكاردز دي كلها تكون مع بعضها كجروب يعني، بس اوتو لي اوت بعد كده مره تانية مع البروجرامينج تمام. فهنسمي السكشن دوت بروجرامينج ماشي، هقول لك ليه دلوقتي. بعد كده عندك هنا ده الكاردز او مثلا نيوزليتر كاردز. بقى عندنا اول سكشن، عندنا احنا هنا سكشنز كتيره جدا، هتلاقي الموضوع دلوقتي بقى سهل قوي تمام. اجي اعمل سكشن تاني ومسافه بينهم 64 بكسل، وده السكشن ده هيكون مثلا ديزايننج ماشي. وسكشن تاني هنا فاينانس، وسكشن تالت سكشن رابع ربي تمام هيكون كريبتو ماشي. وسكشن خامس هيكون ماركتينج، والسكشن الاخير بتاعنا الحياه. انا ما عنديش حياه بس والحياه تمام. نيجي بقى ان احنا نضيف صور مختلفه عشان
الواحد هيحس انه الصور دي كلها شبه بعض، تحس انه مش حاجه لطيفه قوي بصراحه. فهنيجي نختار كل الصور، انا بعمل حاليا كوماند وشيفت عشان اختار كل الصور بالشكل دوت، واجي افتح البلجن بتاعتنا اللي هي انسبلاش، اصير على كوماند باك سلاش انسبلاش، او انت مثلا تفتح مثلا اي بلجن تانية غيرها اللي انت عايزه يعني، وهكتب مثلا من غير ما اكتب مثلا في البريسيتس، واختار مثلا اي صور كمثال مثلا تكنولوجي. واحد محتاج يشرب شويه ميه بصراحه، اتكلمنا كتير لحد دلوقتي. تمام، ادي كده احنا غيرنا كل الصور بتاعتنا لصور مختلفه كتيره عشان نحس ان احنا بنعمل حاجه مختلفه. انا بصراحه مش حابب ان انا اخش واضايف انه يعني اكتب كل محتوى مختلف عن التاني، لانه ده مش المهم قوي، ده حاجه سهله جدا الواحد يعملها، لكن التصميم والقرارات اللي بتتاخد بتبقى احسن ان احنا نركز على الحاجات دي اكتر، صح؟ فاحنا كده عملنا السكشن دوت. نيجي بقى للسكشن اللي بعده، واللي هو هوريه لكم دلوقتي، واللي هو السكشن ده. تمام، هتشوف دلوقتي ان احنا عاملين كده شكل دواير والحاجات ديت، اللي هو شكل كده شيبس كده غريبه، صح؟ تلاقي مش فيجما بيعملها. فازاي احنا ممكن نعمل حاجه زي كده؟ الموضوع بسيط جدا. اول حاجه تعالى نعمل السكشن، بعد كده نشوف هنعملها ازاي. فهتلاقي ان السكشن دوت 1440 بكسل، فتعالى نعمله كده. ماشي، ادي 1440 بكسل. ماشي، ونجيبه هنا ونظبطه احنا مع نفسنا يعني، ونبدا ان احنا نعمله دارك، ونجيب الاتش 2 بتاعتنا من فوق من الفاين نيوزلتر، واخدها كوبي وبيست هنا في الفريم دوت، واغير اللون للابيض. بعد كده هنا اكتب كلمه are you a newsletter owner بالشكل دوت، وانا دايس حاليا على الاوبشن عشان اعمل يعني يعني اكبر من العرض بتاعه بالشكل دوت. ماشي، بعد كده اعمل نسخه تانية وهتبقى بس الكويشن مارك، ماشي، تكون لوحدها عشان احنا هنضيف ايموجي في النص بالشكل دوت. لو انت مثلا عايز تضيف الايموجي، لان احنا زي ما احنا شايفين هنا هضيف ايموجي هنا اهوت، دي من مايكروسوفت ايموجيز، فاكسبلور كوميونتي. بعدها هنا مثلا مايكروسوفت ايموجيز بالظبط، هتلاقيها موجوده اهيت. ماشي تمام، فانا بالفعل عندي الايموجي ديت، فانا هاخدها كوبي واجيبها هنا واضيفها في النص بالشكل دوت. بعد كده اخلي السؤال او الكويشن مارك تكون قريبه شويه، فتحس ان انت يعني حاجه فاني كده، حاجه كيوت. تمام، انا مش كيوت بس حاجه كيوت يعني. تمام، ونيجي هنا نجيب بقى باراجراف، انا باخد كوبي بيست. الموضوع بقى سهل ان احنا عندنا حاجات ننسخها، حاجه بقى سهله قوي، مش محتاج ان انا ابدا اكتب من الاول وهكذا واضيف الحجم وهكذا يعني. فوايت ده هيبقى الباراجراف بتاعنا اللي هو ال 18 بكسل بتاعنا اللي هو دوت. تمام، وهنا هيكون مثلا you can feature your newsletter in our platform. تقريبا مش هيكون باراجراف 18، هيكون كابشن 14 بالشكل دوت، ونكبر الحجم بتاعها شويتين كده بتاع كلمة الواي، ونخليها تحت، واجيب زرار من الزرار ديت. شوف الموضوع بقى سهل ازاي. ونجيب كلمة هنا join us today بالشكل دوت، واخلي البادنج مثلا قول 40 بكسل يا سيدي بالشكل دوت، والاوباسيتي بتاعت you can feature your newsletter نخليها مثلا 60% بالشكل دوت، ونخلي مثلا بينهم 8 بكسل، وما بين باقي العناصر ما بين التايتل يعني تكون 24. فانا هعمل جروب او هعمل اوتو لاي اوت احسن يعني للزرار بتاعنا، وكمان للكابشن الصغيره ديت بالشكل دوت. فده هسميه button بلس كابشن. ماشي، وده هنا هعمل جروب، مش هعمل اوتو لاي اوت، لو عملت اوتو لاي اوت هتلاقي ان الحجم المسافه بتتغير شويه، فمش عايز اعمل كده. انا عايز المسافه تكون زي ما هي عشان شكلها كويس. وده هنا هسميه تايتل، عشان هنا التايتل عندنا تايتل اللي هو تكست، وعندنا ايموجي، وبعد كده عندنا تكست تاني بالشكل دوت. ماشي، وبعد كده اعمل لها سنترنج، ونفس الموضوع هنا. تمام جدا، فكل حاجه دلوقتي بقت تمام. نيجي هنا احنا نغير شويه في الهايت، نخليه مثلا 280 بالشكل دوت. ماشي، واجي اعمل للتايتل بتاعنا ده والباقين والحاجات دي كلها اوتو لاي اوت مع بعض، وهسميه هنا content عشان تكون مع بعض وانا بحركها براحتي بالشكل دوت. ونيجي هنا نسمي السيكشن دوت banner، هو بس مجرد بانر مش اكتر. ونعمل بقى الشيبز والستايلز بتاعتنا ديت. تمام، فاول حاجه هعملها انا هعمل دايره، والدايره دي تكون مثلا حجمها 200 بكسل عشان نشوفها، واخلي اللون بتاعها يكون ابيض بالشكل دوت. تعال نكبرها شويه كده. بعد كده اجي على الكيبورد، تمام، ادوس على الريتيرن، تلاقي انه ظهر عندك الباث دوت. فنيجي نعملها كده مثلا، مش عارف ده حاسس نعمل زي الجميزه ولا مش عارف ايه، بس حاجه يعني حلوه. نيجي نعملها ستروك ونشيل اللون ونخليها حاجه زي كده. هتلاقي ان احنا عندنا هنا الشكل يعني الشيب نفسه تحس ان في كسره هنا، فاحنا مش عايزين الكلام ده. فهندوس على كلمه ريتيرن مره تانية، واجي هنا عند الشكل دوت اللي هو البند تول،
ماشي. بعد كده على الكوماند وادوس واظبطها هنا، ماشي. هتلاقي انه بص الشكل اختلف، بس دلوقتي بقى عندي تحكم احسن بكتير. بص بقى عامل ازاي التحكم، كل حاجة بتتعمل بشكل سموذنج جدا زي ما احنا شايفين اهوت. فممكن نخليها كده مثلا، يعني ده تقريبا الشعار بتاع فودافون بتاع زمان، بس حلو عجبني. تمام. حاجة مثلا زي كده، الواحد نفسه يغش بس مش هينفع. تمام. فممكن حاجة زي كده مثلا، ماشي. واللي دول كلهم نعمل لهم جروب، ونقلل في opacity حاجة زي كده، او نخليها 100% هنا مثلا. ونيجي نعمل دوبليكيت كوبي وبيست مرة تانية، ونيجي هنا ونعمل روتيشن. دلوقتي بقى عامل زي الموز، حاجة لطيفة. تمام. ممكن نعملها حاجة زي كده عادي جدا، بس هتاخد شوية وقت ان احنا نظبط اللبس، يعني من فوق شوية ومن تحت وهكذا. بس انت كده عرفت الفكرة عاملة ازاي. تمام. بقى خلاص عندنا السكشن بتاعنا دوت. تمام. والله عاجبني الموز ده، بقى لما اخلص الفيديو بقى اطلع اكل موز ولا حاجة. تمام. فاحنا ممكن نعملها بالشكل ده، حاجة احترافية اكتر. تمام، عشان محدش يزعل يعني. بس كده اي خدمة، شكلها احسن. ونبدأ ان احنا نخلي في مسافة ما بين السكشن ده والتاني. نشوف احنا سيبنا كام مسافة بالفعل. 80 بكسل ما بين سكشن والتاني. ففي مسافات بتختلف، يعني في مسافة ما بين سكشن والتاني، او ما بين عنصر والتاني، وهكذا. تمام. فهنخليها 80 بكسل. وبعد كده عندنا، يعني احنا خلاص قربنا نخلص، والله اوعدك احنا قربنا نخلص. تمام. عندنا سيكشن تاني، بعمل دوبليكيت من ال H2 بتاعتنا، هخلي دارك اللون بتاعها، وهنا مثلا about NAS hub. تمام. كلمة NAS هخلي اللون بتاعها يكون برايمري بتاعنا، والمسافة طبعا 80 بكسل زي ما احنا متعودين. نيجي بقى ناخد كارد من الكروت بتاعتنا ديت، ونيجي هنشوف احنا ازاي عملنا الموضوع ده في الكروت اللي هنا. سواء هاخدها كوبي واجيبها لك هنا اهوت. ادي الكاردز بتاعتنا اهي. فتلاقي ان احنا مثلا عندنا الصوره، بس المره دي الصوره لازقه في العنوان، بعد كده عندك الباراجراف تحت. فهنعملها ازاي؟ بصراحه هتبقى متعبه قوي لو احنا نعملها كوبي وبيست من الكارد. فالافضل ان الواحد يعملها، واللي هو كالتالي. تمام. اول حاجه هعمل فريم صغير، ماشي، 70 في 70 مثلا، وهخلي اللون بتاعه يكون اللون دوت. بعد كده اجيب جنبه كلمه newsletter is like magic. انا وقتها تقريبا كنت شارب كوبايه شاي، فكنت بعرف اكتب كويس. تمام. واجي نجيب مثلا الباراجراف بتاعنا، او ممكن يعني نخليها باراجراف حلوه زي كده مثلا، اللي هي حجمها 18 بكسل، ماشي. بعد كده نجيب واحده تانية هنا، بس المره دي هنخليها كابشن 1، ماشي. وهاخدها كوبي بيست علشان وقتكم ما ضيعوش بصراحه، بالشكل دوت، ماشي. واصغر حجمها شويه، والفريم بتاعنا هنخليه 48، ماشي. نبدأ بقى نعمل الحركات السحرية بتاعتنا. فالفريم ده والكلمة نيوزلتر هنعمل لهم اوتو لي اوت، ما نغيرش كتير، نغير بس شوية هنا في الالاينمنت والبادنج والسبيسنج والحاجات دي كلها. بعد كده نعمل كمان اوتو لي اوت بقى الفريم بتاعنا، نعمل اوتو لي اوت بقى ما بين الباراجراف دوت وكمان العنوان والصورة، كلهم بقى اوتو لي اوت مع بعض. تعال نغير اللون بتاعنا، لان احنا عاملين سيلكشن فممكن نغير اللون براحتنا، ماشي. وندي بقى بادنج حلوة، ونغير اللون بتاع الخلفية يكون اسود. والبوردرز بتاعتنا زي ما احنا متعودين هي 12 بكسل بالشكل دوت.
ونبدا ان احنا ناخد الايموج دي الايموج دي هتلاقيها فعلا في المايكروسوفت فلان. تمام بالشكل دوت. تعال بقى نظبط السبيسنج شويه. تمام كده كويسه جدا. هنا كمان تعال نعمل الفريم دوت بوردر راديوس بالشكل دوت. ممكن نظبط الاوباسيتي حبه او نخليه 100% حلو. 100% كويسه مش وحش. ماشي. فهنا ده هسميه مثلا about، او مثلا اسميه نيوزليتر ماجيك بالشكل دوت. وهنا مثلا title plus icon. هنا هسميه مثلا ايكون. الكيبورد عندي زي الفل. ادي عندنا اول واحده. نيجي للثانيه. ماشي. طبعا احنا هتلاقي ان احنا مظبطين الدنيا اكتر يعني وهكذا، بس يعني عادي. انا شايف حاليا بصراحه انه 18 بكسل للموضوع ده ككابشن حاسس انها كبيره شويه، فممكن نخليها 14 زي ما انت عايز يعني. فهنا مثلا a bridge for newsletter owners and fans. بدل ما ابص الاوتو لي اوت عندنا هنا ده هاج، هخليه فيل. ماشي. وكمان طيب، وبعد كده اجي هنا اصغر دي شويه كده مثلا. بعد كده نعمل واحده تانية، نجيب واحدة كمان. بس الأول ناخد الإيموجي أو الأيكون نحطها هناك. عملت كوبي بيست. كمان هنا الكرة السحرية. finding a newsletter is like finding magic crystal ball. والله كنت بعمل إبداع أنا بالكلام ده. نيجي هناخد كوبي بيست للكلام كله ونغير الحجم بتاعه نخليه 14 بالشكل دوت. وخلاص مش محتاجين الماجيك كريستال بول. بس اللي احنا محتاجينه حاليا ان احنا هنلاحظ انه ايه ده ايهاب، في كارد حجمها اكبر من التاني. طب نعمل ايه عشان نحل الموضوع دوت؟ عندك طريقه حلوه جدا وسهله، انك ممكن تختار الاوتلاير ديت وتعملها كده مثلا. بس لو مثلا جيت في مرات وكتبت وعملتها اكبر، دي ما بتكبرش. النحش ما بيكبر صح. فالطريقه الاحسن واللي هو كالتالي، انه نعمل الاثنين دول مع بعض اوتو لي اوت، يعني نعملهم الاثنين مع بعض كده. وبعد كده نختار الكارد ديت، وبدل ما في هنا هاج تمام نركز مع بعض كده، هنخليها في الكونتينر. ودلوقتي لو انا مثلا جيت هنا بكبر بتكبر معايا، فدي حاجه ريسبونسيف اكتر من الثانيه او الطريقه الثانيه يعني، ودي احسن بكتير بصراحه. فاحنا كده خلاص نعمل كمان دول اوتو لي اوت، الثلاثه دول مع بعضيهم ونخليهم في النص. وهنا هنسمي دول about Naz Hub content بالشكل دوت. وهنا مثلا upper cards، وده هنا newsletter like magic bridge for newsletter owners. تمام. وبعد كده اخر واحده مثلا magic crystal ball. ماشي. وبعد كده نخلي المسافه بينهم 24 بكسل. وبكده احنا خلصنا السكشن دوت. شفت الموضوع كان سهل ازاي؟ تمام. نخش على السكشن اللي بعده. انا عارف انا قلت ان احنا قربنا، بس احنا والله بجد قربنا. تمام. والسكشن اللي بعده وبعدها نعمل الفوتر وخلاص خلصنا البي سي. بعدها نعمل موبايل في فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم يا شباب. فلو نيجي نشوف مع بعض هتلاقي ان انا كمان يعني انا مش هوريكم، انا هقول لكم ازاي نعملها. لو نيجي مثلا هنعمل السكشن التاني، انا عايز بقى نعمل ستايل حلو شويه واللي هو يكون لاين كده. فاحنا نعمل لاين دلوقتي هنا. انا دوست على حرف ال عشان نعمل لاين، وهنخلي الويدث بتاعه 1200 بكسل، واللون 12 12 12 في اوباسيتي 12 بالشكل ده. نخليها على مسافه مثلا 80 بكسل كمثال مثلا، او نخليها 24 ولا 40 بكسل. حلو 40 بكسل لطيفه. نيجي بعد كده نعمل السكشن اللي بعده واللي هو هنا get in touch، لو بقى الكونتاكت فورم بتاعتنا والكلام ده كله. فهجيب كلمة get in touch، انا هكتبها هنا اهوت in touch. بعد كده كلمة with كده اروح اجيب التايتل، اجيب اللوجو بتاعنا من فوق كوبي وبيست هنا اهوت، واجي هنا اكبر حجمه اكتر يكون مثلا H3 مثلا يعني بالطريقة ديت. ماشي. ونبدأ ان احنا نلعب شوية. فده مثلا هيكون باراجراف 20 وده باراجراف 18، ونظبط يعني الحجم والعرض وهكذا بالشكل دوت. مثلا هنا كلمة get in touch with كده مثلا، ودي كده وكده. بعد كده نيجي الاتنين دول نظبط الاوباسيتي نخليها مثلا 60% عشان يدينا لون دارك، او نروح على كلمة جراي ونجيبها هناك ونخليه 100% بالشكل دوت. واحنا اهوت ظبطنا الدنيا. نعمل جروب بقى ليها. ماشي. get in touch with Naz Hub بالشكل دوت، ونخليها في النص. وده هنا نخليها H2 مش H3 لان ده هيكون السكشن بتاعنا بالشكل دوت. ونيجي هنا بعد كده نعمل بقى الفورم بتاعتنا، بس قبلها محتاجين باراجراف صح. فنعمل باراجراف جديد ونخليه يقول مثلا contact us for partnership help adding your newsletter to our platform بالشكل دوت. ممكن حتى نغير لون هنا نخليه لون اسود بالشكل دوت. ماشي.
وكده تمام. نخلي المسافة بقى تكون 16 بكسل، تمام جدا. ونكبر دي شوية كده كعرض يعني عشان نخلي الكلمة كلها تكون في سطر واحد، وكده تمام قوي كده يعني خلصانه. يعني نعمل بقى الفورم بتاعتنا. فقبل ما اعمل الفورم، فعشان نعمل الفورم بتاع نعملها نختار احنا عايزين ايه. يعني لما يجي الشخص يكتب الفورم عندنا عايزين منه معلومات ايه، فانا عايز اسمه والايميل والرساله اللي هو بيقول فيها ايه. فاول حاجه هي كلمه فول نيم. طبعا احنا خلاص بقى عندنا الكلمه، فنعمل شيفت ايه، نعمله اوتو لاي اوت، ندي له حجم معين. فانا مثلا اقول له 240 بكسل، حاسس انها كبيره بس هنشوف دلوقتي. وندي مثلا لون اللي هو يكون شبه ابيض بس حاجه خفيفه مثلا زي اف بي ماشي. وعندك الستروك مثلا يعني زي ما احنا اتعودنا، الستروك 12 اوباسيتي 12%، بوردر راديوس. وهخلي الالاينمنت تكون من الناحيه الشمال بس هديله ليفت بادنج ماشي تكون 16 بكسل. ومثلا نقول نخلي في بادنج بقى من فوق وتحت 16 لا 12 كويسه بصراحه ماشي. ونغير اللون هنا يكون جراي بالشكل دوت. وادي عندنا اول انبوت. بعد كده الموضوع خلاص بقى الموضوع حلاوه بقى سهل. فهنسميه انبوت بالشكل دوت، ونحمل واحد تاني وهنسميه ايميل. بعد كده نعمل واحد تالت هنا وده هيكون مسج. بس المسج ديت هنخليها تاخد المساحه دي كلها. ومثلا الهايت بتاعها هيكون مثلا 180، والالاينمنت تكون من فوق. بقى عندنا حاليا المسجنج محتاجين الزرار بتاعنا اللي دايما بنعمله كوبي وبيست تمام، ونجيبه هنا ونظبط المساحه بتاعته بالشكل دوت تمام. وهنقول مثلا سبميت بالشكل دوت. بعد كده بقى نيجي هنا نعمل الاثنين دول مع بعض اوتو لي اوت. بعد كده كل حاجه مع بعضها اوتو لي اوت وهنسميها فورم. وهنا upper input ودي مثلا مسج BTN كمثال وبس كده. بقى عندنا حاليا الكونتاكت فورم بتاعتنا نخليها على مسافة 32 بكسل. واو عملنا شغل جامد بصراحة يعني تمام. تعالى ننزل تحت شوية كمان ونعمل الفوتر بتاعنا. فالفوتر بتاعنا نشوفه معمول ازاي. هتلاقي ان هو حاجة سهلة جدا ولطيفة ماشي. انا خدته كوبي بيست اهوت ونشوفه. هتلاقي ان هو بس مجرد اللوجو، بس اللوجو لونه ابيض. وهتلاقي كمان بعد كده يعني سلوجان او كلمه تعبيريه عن المنصه نفسها. وبعد كده بقى اللينكات بتاعتنا وانك ممكن تكلمنا على ايه، والسوشيال ميديا اكونتس بتاعتنا وهكذا. فازاي ممكن نعمل حاجه زي كده بالاوتو لاي اوت، تبقى حاجه حلوه قوي بصراحه. فزي ما احنا اتعودنا نكبر البيج بشكل كبير قوي نعمل فريم. ادوس على اف عشان اعمل فريم. اخلي العرض بتاعه 1440 بكسل. هخلي الطول بتاعه مثلا في الوقت الحالي 400 ماشي. في الوقت الحالي احنا ما نعرفش هيبقى كام، بس اللي احنا عارفينه احنا عندنا عناصر معينه عايزين نضيفها، وبناء على العناصر ديت انا عايز انه الاوتو لي اوت هو اللي يحدد لي طول هيكون كام. بعد كده نيجي نضيف هنا اللون بتاعنا واللي هو دوت. نبدا ان احنا نضيف الكلمات بتاعتنا زي مثلا اللوجو بتاعنا هنا بس هنخليه لونه ابيض، كله هيكون ابيض ماشي. ونخلي مثلا H4 بالشكل دوت. بعد كده اجيب الباراجراف بتاعنا هنا تمام. وهنا الكلمه هي platform for newsletters and fans and owner بالشكل دوت. كابشن هنخليها كابشن 2 تمام. هنخلي يعني اهم حاجه الاوباسيتي نخليها 60% بالشكل دوت ماشي. واظبط الويدث بتاعها. فاحنا دلوقتي بقى عندنا ناز هاب والسلوجان. فهنعمل الاتنين مع بعض اوتو لاي اوت وهسميه لوجو بالشكل دوت. بقى عندنا اول حاجه. نيجي بقى لتاني حاجه واللي هي عندك هنا اللينكات بتاعتنا. في اللينكات هعمل كوبي بيست لنازهاب لوجو ماشي. ومش محتاجين خالص كلمه نازهاب هنشيلها. واجي هنا وهروح على الكابشن 1 بتاعتنا ماشي. واعمل هاك كونتنت عشان بس تبقى واضحه قوي. بعد كده اكتب مثلا find newsletter وهخلي اللون بتاعها الابيض لكن الاوباسيتي 100%. بعد كده اعمل واحد كمان. هتلاحظ ان احنا عشان عملنا اوتو لي اوت للوجو بعد كده عملنا دوبليكيت وبعدين بقى نعمل يعني اضافه للمحتوى. بقى الموضوع سهل قوي مش محتاجين نعمل حاجه بنفسنا يعني. دي حاجه حلوه قوي بصراحه يعني تمام. about us. بعد كده ثالث حاجه contact us ودي هتبقى هنسميها links بالشكل دوت. بعد كده نعمل واحده كمان وهنا نسميها او هنقول مثلا email us at ماشي. ودي هنا نخليها caption 2 ماشي. وهنقول مثلا hello@nazhub.com ماشي. ونخلي الايميل at تكون يعني الاوباسيتي بتاعها 60% علشان الناس تبقى عارفه ان ده مش لينك، لان احنا عاملين اللينكات هنا بايه لون ابيض 100%. فده مش لينك، ده مجرد عنوان صغير بيقول لك انت ممكن تكلمنا على عنوان كذا. فهنا مثلا نسميها ايميل. بعد كده عندك واحده كمان واللي هنا هي follow us بالشكل دوت. وبصراحه انا واحد كسلي جدا
هروح اجيب الايقونات بتاعتنا دي كلها بالشكل دوت وابوظ الاوتو لاي اوت بتاعنا زي ما حصل كده، زي ما انتم شايفين. ماشي، هتلاقي كلهم مع بعضهم كده، لكن عشان السهل اول حوار هعمل شيفت ايه على الايقونات اللي انا سحبتها كلها ديت، عملتها اوتو لاي اوت لوحدها، وبعد كده اغير الدايركشن بتاع الاوتو لاي اوت واشيل الهلو ات، وبقى عندنا خلاص الايقونات. نبدا نسميها هنا سوشيال ايكونز بالشكل دوت، وهنا كمان ده ايميل ات وكله زي الفل. هنا دي كلمة follow us، ده بس الفريم. بقى عندنا حاليا كل المحتوى بتاعنا الا الكوبي رايت بتاعتنا. الكوبي رايت مهمة صح؟ امال ازاي نعرف من الموقع بتاعنا؟ فانا عملت كوبي وبيست هنا بس. طيب دلوقتي لو نيجي احنا ازاي نخلي فيه اوتو لاي اوت يكون بالشكل دوت؟ يعني احنا عندنا يعني 4 حاجات ماشيه ناحيه من الشمال لليمين، والنظهب كوبي رايتس من فوق لتحت، ده الدايركشنز بتاعت الاوتو لاي اوت. موضوع بسيط جدا، كل اللي هنعمله ان انا عايز كلمه نظهب وكل الحاجات دي اللي ماشيه الناحيه اليمين هعمل لهم اوتو لاي اوت مع بعضيهم. ماشي، وبعد كده الفريم كله هعمل له اوتو لاي اوت. الموضوع بقى بسيط جدا خلاص، ما فيش حاجه اتغيرت. ايه اللي هيتغير اللي انا هقوله لكم دلوقتي؟ اول حاجه لازم نظبط الويدث بتاعنا 1440 بالشكل دوت. ماشي، وانا عايز المسافه بقى ما بين كلمه نذهب اول كوبي رايتس والعناصر اللي فوق تكون مثلا يعني 40 بكسل، مش وحشه. بعد كده العناصر دي كلها حاسس انها كبيره قوي، فاهمني؟ فاحنا عايزين ندي البادنج بتاعنا اللي احنا دايما بنعمله وهو 120. ماشي، ونيجي هنا للنذهب وكل الحاجات اللي احنا عاملاها اوتو لاي اوت على الناحيه من الشمال اليمين، يعني هنيجي عندها بدل ما هي هاج كونتنت هقول لا انا عايزك في الكونتينر علشان يحترم المسافه اللي انا بعملها من ناحيه الشمال اليمين لكل الفريم بتاعنا، واللي هو اسمه فوتر وده اسمه كونتنت عشان نفرق ما بينهم. الكونتنت انا عايزه هو يكون فيل، اللي هو ايه، خد اي مساحه فاضيه ماشي جوه الفوتر. تمام، يعني لو في مساحه كده مثلا تلاقي انه ايه بياخدها كلها، شايفين؟ بياخد اي مساحه فاضيه. لو ما فيش انا عايزك تستحمل يعني وتعمل اقول لك عليه. تمام، بعد كده انا عايز اقول له اوتو لاي اوت كمان هنا لناحيه السبيسنج اللي جوه الكونتنت. بقى مش عايز انا اقول له خد سبيسنج معينه ما بين عنصر والتاني، لان طبعا ده مش هيبقى حاجه ريسبونسيف. فبالتالي بقى دلوقتي الموضوع بقى عامل ازاي؟ دلوقتي انا ممكن اصغر براحتي زي ما انا عايز اهوت. تمام، طبعا احنا ممكن نوصل لمستوى اعلى في الريسبونسيفنس، بس في الوقت الحالي دي حلوه جدا بصراحه. ماشي، ونخليها 80 بكسل بالشكل دوت كالبادنج. لكن هتقول لي طب هي ما حاليا في مساحه كبيره قوي ما بين عنصر والتاني. هقول لك صح، طب تعالى نعمل ايه بقى؟ هقول لك ان في الوقت الحالي بما ان احنا مش عندنا في شركه نذهب مثلا اللي هي مش شركه، ما عندناش محتوى كتير قوي، فاحنا مش محتاجين ناخد ال 1200 بكسل. فاحنا ممكن نخلي جوه الكونتنت ما بين عنصر والتاني 80 بكسل مثلا، ونخليهم كلهم يكونوا في النص من فوق كده. ماشي، او حتى 65 بكسل بالشكل دوت. تمام، وبالطريقه ديت احنا ظبطنا الدنيا، بقى عندنا الفوتر بتاعنا. تمام، واحنا عملنا الفوتر نخلي المسافه بينه وبين باقي العناصر 80 بكسل، ونيجي نصغر بقى خلاص. ودلوقتي بقى عندنا الفوتر بتاعنا. طبعا المسافات هنا اكبر شويه بس تحسبا لو احنا نضيف حاجه اضافيه، وعشان احنا عاملينه اوتو لاي اوت. لكن هو مش اوتو لاي اوت، فاحنا ممكن نعمل اي حاجه نضيفها في اي مكان وهكذا. زي ما احنا شايفين مثلا 80 بكسل 80 بس برضو احنا مخلين كل العناصر دي هنا ماشي واخده 772 بكسل. تمام، يعني العناصر دي كلها هنا دي كلها مش عاملينها فيل، احنا عاملينها فيكست 772 بكسل. والعناصر بقى اللي جوه كلها في الكونتينر بالشكل دوت فيل، وهنا كمان فيل، وهكذا. فتلاقي ان هي معموله بالشكل دوت اصلا في الديزاين التاني يعتبر. ومن ناحيه المسافه فاحنا هنا مكبرينها اكتر، فاحنا ممكن نصغرها حبتين زي مثلا 48 بكسل من ناحيه من فوق لتحت، او 56 كويسه بالشكل دوت. وبس كده بقت مظبوطه جدا بصراحه، ومخلينا في النص فعليا، مش مخلينا تاخد كل البادنج وكل حاجه المساحه حتى الفاضيه اللي موجوده. فنيجي دلوقتي نظبطها تاني كده وبس. في الوقت الحالي كده احنا خلصنا الفوتر وكل حاجه بقت تمام. ناقص بس ان احنا هنا نظبط نذهب او مش عارف ايه، نخليها
برضو الاوباسيتي 60%. دوست على رقم 6 عشان الاوباسيتي تبقى 60% على طول. ده شورت كات حلو بصراحه يعني. فنيجي نبص دلوقتي المشروع بتاعنا عامل ازاي. جميل جدا، عجبني جدا شجره الموز دي. تمام. وبس لو حتى نيجي نقارن ما بينها وبين الديزاين اللي احنا كنا عاملينه مسبقا، او اللي كان اتعمل قبل كده مسبقا، فانا بعمل كوبي وبيست هنا، هتلاقيه يعتبر كده نفس الحاجة. ماشي. فاحنا ممكن نظبط بس كده شوية اهوت، نفس الحاجة يعتبر. وهكذا. طبعا في ان شاء الله في الفيديو الجاي هنبدا ان احنا نعمل موبايل فيرجن، وكمان ممكن نخش على حاجات تانية حسب الوقت اللي يكون قدامنا. فبرضه هرجع افكرك، لو انت يعني اتفرجت الفيديو لاخره فبجد انت جامد جدا، انا متفائل بيك. غير كده اتمنى انك تشترك في القناه عشان نوصل 100,000 مشترك. وبس كده يا سيدي، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.